السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدي الكرام في شهوات أم نار وسيرين. وصفتنا لنهار اليوم هي سكالوب دو داند بسلطة الطماطم، وهي وصفة خفيفة ولذيذة جدا. لإعدادها نحتاج إلى بصل مقطع وقطع سكالوب وكزبرة أو دبشة ونصف ملعقة كبيرة طماطم مركزة وملح وفصين من الثوم وحبتين طماطم مرحية. ونحتاج أيضا إلى ملعقتين زيت. نحتاج إلى التوابل التالية: نصف ملعقة كبيرة كزبر، ملعقة صغيرة فلفل أحمر، وملعقة صغيرة كمون، ورشة من الفلفل الأسود. وضعت كسرولة على النار ووضعت بها حوالي 3 ملاعق من الزيت، وعندما ارتفعت درجة حرارته أضفت قطع سكالوب وحركته جيدا، وعندما تغير لونه وأصبح بهذا الشكل الآن سأضيف له البصل مع التحريك حتى لا يلتصق، ثم أضيف الثوم والملح وأتركه يتقلى جيدا حتى يتشرب هذه المواد. الآن سأضيف التوابل ثم الطماطم المصبرة والطماطم المرحية، أفرغها وأحركها جيدا. أضيف حوالي 4 ملاعق من الماء وأغطيها وأتركها تطهى على نار هادئة. هذه هي النتيجة النهائية. أتمنى أن تجربوها وتنال إعجابكم، وإذا أعجبتكم ما عليكم إلا الضغط على زر أعجبني والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للوصول بكل ما هو جديد. وأترككم في رعاية الله وحفظه إلى فيديو قادم إن شاء الله.